السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير، وبشكركم جدا على مشاهدتكم للفيديوهات، وكل سنة وانتم طيبين. مساء الفل على عيونكم أو صباح الفل على عيونكم. أنا حاطة أصلا المقطع الأولاني ده عشان أعرف أرحب بيكم وأعرف أقول لكم مقدمة كويسة. أتمنى يا رب اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة، ينورني جدا اشتراكك ويشرفني. واللي مش بيحط اللايك يا ريت يحط اللايك، بعد إذنكم حطوا اللايك وصلوا على النبي بقى معايا، عشان النهارده عندنا هنعرف اسعار اللحمه. هنشوف الاسواق، وهنشوف منطقه الحفريه، وهنشوف انا عملت ايه في الشقه بتاعه العفاريت دي. هنا كانوا ولادي متنحررين عليا كده مش عايزين يجيبوا فطار، قمت جبت فطار لنفسي. ماشي، مش قمت جبت فطار لنفسي، قمت جهزت فطار من البيت لنفسي. كنت عايزه فول وطعميه والكلام ده، محدش راضي ينزل، او كله بقى ايه عايزني اقعد اتحايل شويه ودادي. قلت لا، قوم يا بت. رحت مطلعه حته مش من المش بتاعي اللي انا عاملاه اللي زي العسل، وعملت قليت بيضتين حلوين بحته سمنه بلدي كده في طبق ألمونيا. طبعا دي لوحدها اصلا قصه، شكله حلو جدا. وكوبايه الشاي كده المتينه. وقعدت فطرت على رواقه، وقلت يلا بقى ايه نستعد. قمت شفت ايه اللي ورايا عشان انزل الشقه اروح اشوف هعمل فيها ايه. والله وانا داخله المطبخ لقيت نفسي كده البتاع ده قدامي، الورق الحنة ده اللي بيتلزق على بدل الحنة يعني والكلام ده. بنتي بتلزقه على طول كده وبتقعد تلعب بيه، رحت لقيتهم قدامي، رحت ملزقهم زي ما انتم شايفين كده على السيراميك بتاع المطبخ. قلت يلا اصورها لكم ايه، ويمكن يكون حد عنده ورقتين ثلاثة زي كده يلزقهم ويستفاد بيهم بدل ما هم ايه مركونين. شكلها حلو بصراحة وعجبني. واحدة طلعت معايا بايظة، قلت يلا مش مشكلة، كده كده يطلع ايه مع أول غسلة بالليفة ولا بحتة سلكة هينزل. بس بقى نصلي على النبي ونحط اللايك ونستعد بقى كده ونشوف هنكملنا يومنا ازاي. بنتي بقى ما شاء الله تبارك الله عملت لنا شوية البانيه، و أنا مش عارفة ليه التصوير عامل كده. بقى تنسوا اللايك وسامحوني على التصوير، بإذن الله يبقى أحسن. هنا كنا خلاص نازلين في الأسانسير، ابني كان معايا الكبير. نازلين بقى رايحين نركب وهنشوف هنعمل ايه في الشقة. احنا نازلين في وقت متأخر على اساس ان احنا هنبات هناك، وبيتنا فعلا هناك. هنا كنا وصلنا خلاص الحفرية، كنت بوريكم سلم الحفرية. انا المنطقة هناك بتعجبني بصراحة، برغم ان هي زحمة وكده، بس بيعجبني انها شغالة ليل نهار. ما فيهاش نوم، ما فيهاش نوم بمعنى ما فيهاش نوم. البلكونات قريبة قوي من بعض يا جماعة بشكل غريب. انا هوريكم دلوقتي منظر غريب. والله بنتي بتبص كده وهي قاعده بتقول لي يا ماما انا حاسه ان انا قاعده في مشاكل الناس. بصوا الشقه، كنا طبعا القعده القديمه دي عايزه تترمي، مش لاقيه حد يعني ياخدها ينزلها يرميها. وكنت بقى والنهارده برضو لما نضفتها طلعت شوالين زباله، برضو عايزه حد يطلع ياخدهم معاها ويرميهم. بصوا بقى التراب في كل حته وحاجه بجد فظيعه. هوريكم بقى عملت ايه وقضينا اليوم ازاي. طبعا هنا كنت اول ما دخلنا حطيت الحجارة في ريموت، ونزلت ارتحنا شوية ونزلت جبت شوية الحاجات دي، قلت عشان الوقت هيتأخر اكتر من كده. هنا بقى كنت بغرق الشقة مية بإريال بكلور بديتول بكل حاجة. نمنا نوم غريب في الشقة، والشقة برد قوي، مش فاهمة ليه. صحينا الصبح، انا كنت هنا نزلت وطلعت جبت كاتل، نزلت اشتريت كاتل وطلعت علشان اعمل القهوة. وما عجبتنيش بصراحة بالمية المغلية كده، لا، القهوة بتبقى محتاجة سوا. هنا كنا خلصنا مسح الشقة والنجار اعتذر والسباك اعتذر. قلت لها خلاص يلا نروح نشوف ورانا ايه، وننزل نجيب لحمة العيد. وبقى ايه شلت مشوار من على دماغي، وصادفني بقى شوية حاجة هوريكم انا اشتريت ايه. واحنا ماشيين اول حاجة صادفتني الشنطة دي، انا بجيبها نفس الخامة ونفس الماتيريال كده والجيوب الكتير والحركات دي من الجيزة. بجيبها ب200 250. لقيتها واحدة حاطة استندات كده، ربنا يبارك لها يا رب ويرزقها يا رب. ما شاء الله عليها زي العسل. جبت منها الشنطة دي اللون الأسود، مش الجلد، دي التانية اللي هي بجيبين. أول شنطة وريتها لكم جبت زيها الأسود
ب170. تمام. وجبت لبنتي برضو شنطة كده كروس، مش عارفة هي البنات بيلبسوها كده والستات برضو بقوا بيلبسوها كتير، هوريها لكم، اللي هي نفس الشنطة دي كده، هوريكم شكلها دلوقتي. وبصيت على شوية الميك اب، كنت بدور على تنت اللي هو اسمه لاروش، ده حلو قوي عشان ثابت لتاني يوم، ثابت مع الوضوء، ثابت مع كل حاجة، ثابت بصراحة، يعني ما شاء الله حلو جدا. انا مش في الميك اب بقى والفاونديشن والروجاجو والكلام دوت لا لا لا، صعب قوي، بحس طبقات على الوش كده اتضايق. يعني تتحط في المناسبات، المناسبات الجامدة، يعني خطوبة اخويا، جواز اختي كده ماشي، انما ميك اب على طول لا، ما احبش. جبت بقى من عند ازازة برفان هوجو طبعا الكوبي، جبتها ب120. وجبت من عندها شو... توك كده البنات بيحطوها في الطرح كده، شكلها حلو، والبنات الصغيرين برضو بيلبسوها في شعرهم، اللي هم دول. دي الواحدة ب5 جنيه، الورقة على بعضها ب30. أنا جبت 4 وحدات، 2 لبنتي و2 بنت أختي. هنا كنت بجرب بالتنت بتاع كيكو، مش حلو خالص، ما عجبنيش خالص. لقيت ده ومش ثابت كمان، لا لون حلو، لونه بامبا باربي خالص كده، ومش ثابت كمان. فقلت لا خلاص، هنا هوريكم بقى الخمار اللي انا اشتريته من المحل ده. كل المحلات اللي انا دخلتها دي يا جماعه في شارع المطربه في بشتيل. الجزار اللي انا اشتريت من عنده كيلو اللحمه ب360، بس بيديكي 100 جرام دهن من كيلو اللحمه. تمام، يعني هو بيبقى صافي 900 جرام لحمه و100 جرام دهن ب360. تمام، بس اللهم صل على النبي، شكلها حلو قوي، هتشوفوها شكلها يفتح النفس. وجبت لحمه جملي، قلت للرقاق وللجلاش وكده يعني، او مثلا الحاجات دي. جبت ده، بصوا كده الخمرات اللي انا كان نفسي فيه قوي، اللي هو بكم. جبت منه الاسود، وجبت الجنزاري. الاسدالات، لقيت الاسدال سعره عالي قوي، ومش هلبسه كتير، مش هيبقى عملي معايا بصراحة. يعني لو نازلة بلبس لبس خروج زي ما انتم شايفين كده، انما ما بنزلش بعبايات كتير، فين وفين لما بنزل بعباية فلقيتها عامل 400 جنيه، 380 الإسدال. قلت لا، هشتري خمارين، الواحد ب140 أغير فيهم. هنا احنا عند بتاع اللحمة الجملي، جبنا من عنده اللحمة الجملي ب240 زي الفل، بيجيبها قدامك وبيفرمها قدامك، وناس زي العسل. وبصوا شكل اللحمة عامل ازاي، صلوا على النبي يا جماعة، واللي مش حاطط لايك يحط اللايك بعد اذنكم. ولأول مرة يشوفني، انا ام سينا، بقدم يوميات. اتمنى يا رب تتابعوني، يشرفني اشتراككم في قناتي، وعلى راسي من فوق. وكل سنة وانتم طيبين، يا رب يجعلوا عيد خير عليكم، ويا رب ما يحرم بيت ابدا من فرحة العيد، ويا رب يدخلوا على الأمة الإسلامية كلها يا رب بكل سعادة يا رب، وبأمان، وينصر أهل غزة، ويفرحنا بنصرهم يا رب. بتاع اللحمة الجملي هو اللي وصف لي بتاع اللحمة البلدي. رحت له برضه، قلت له انا عايزه اجيب لحمه كويسه، قال لي في الشارع اللي قدامي. كل ده فين يا جماعه؟ في شارع المطربه، عند موبيليات الاسيوطي، الجزارين الاتنين. تمام. اللحمه البلدي جبت الكيلو زي ما قلت لكم ب 360، 900 لحمه صافي و100 جرام دهن، ده الكيلو على بعضه ب360. جبت من عنده ما شاء الله، اللهم صل على النبي، زي الفل. انا ما كنتش عارفه اصور، او بنتي ما كانتش عارفه تصور، في المكان، المحل صغير قوي كده. خلاص حطيتهم في الشنطه اللي كنت واخداهم معايا، اللي كنت واخداهم على كتفي وانا نازله من الشقه. وهنا بوريكم الحفريه من فوق. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، كملوا معايا الفيديو عشان اوريكم شكل الخمار في اللبس بيبقى عامل ازاي. الخمار زي ما قلت لكم ب140، جبت منه 2، الاسود والجنزاري. هنا الغروب شكله حلو قوي. قلت اوريكم معايا كده واخرجكم شويه كده وتشوفوا المنظر الجميل اللي انا شايفاه. ده ابني الكبير، ادعوا له ربنا ينصره يا رب، هو داخل بطوله قريب، هو بيلعب كيك البوكس يعني، وبيلعب MMA. هنا كنت جنب البيت، خلاص وصلت عند بيتي في الجيزه، وفي حد بيقف بعربيه قهوه زي ما انتم شايفين كده. فبصيت لي بنتي كده، قلت لها بصي بقول لك ايه، هتعملي لي قهوه اول ما نطلع ولا اشتري من هنا؟ راحت قالت لي لا اشتري يا ماما. رحت شاريه وجايبه قهوه دبل وانا طالعه البيت،
وكنت بوريكم الخمار اللي جبته. ودي اللحمة يا جماعة اللي جبتها المفرومة الجملي والبلدي.